السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح تكون الوصفة هي المعكرونة بالبشاميل. بالبداية هنا نخلي الزيت بالطاوة، وأيضا نزلت البصل، طبعا حبتين من البصل مثرومات ناعم بمحضرة الطعام، راح أقلبهن بهذا الشكل مجرد أنه أذوبهن، وبعدها راح أضيف اللحم. استخدمت نص كيلو من اللحم المفروم أو أكثر من النص كيلو بشوية من اللحم المفروم، وبعدها راح أستخدم فصين من الثوم، راح أبرشهن برش مضبوط، وايضا راح اخلي طبعا رشه من الفلفل الاسود. هاي بالنسبه للتوابل راح تكون رشه من الفلفل الاسود، وايضا عندي الكركم، المعدنوس المجفف، الملح والبهار المشكل الحار، وملعقه بعدها راح اضيف من معجون الطماطم. هذه ملعقه كبيره من معجون الطماطم، وبعدها ملعقة كبيرة راح تكون من معجون الفلفل. طبعا هذا زيت زيتون صاير فوقه فجامد لأن بالثلاجة. وأيضا راح أضيف بعد ما أخلطهم طبعا راح أضيف نص كوب من المي حتى أضمن أنه اللحم يستوي يعني على أقصى درجة. يعني بعد ما ينشف اللحم أو ينشف المي، العفو، اللحم راح يكون مستوي بشكل مضبوط 100%. قلب بيه واتركه ينضج على راحته. هنا أنا راح اخلي 3 ملاعق كبيره من الزبد، يعني بمقدار 3 ملاعق هاي القطعتين، وايضا هنا أنا عندي 3 ملاعق كبيره من الطحين، نحمسهن مع الزبد بشكل جيد، ونضيف 3 اكواب من الحليب. بالبدايه نحمص الطحين مع الزبده، ونضيف الحليب بهذا الشكل، يعني باستمرار نضيف الحليب، لا نضيفه يعني تدريجيا ولا نضيفه دفعه واحده، نضيف ونخوط. راح نخلي رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. بالمناسبه قوام البشاميل لازم يكون شويه اخف من قوام خليط الكيك، يعني ما يكون ثخين كلش ولا يكون خفيف كلش، يكون اخف من قوام خليط الكيك بشويه. هنا راح تكون يعني خلينا نقول يعني صلصة البشاميل راح تكون مضبوطة 100%. بالنسبة للمعكرونة هنا أنا راح أخلي مي بالجدر لحد ما يغلي، يعني يبدي يفور. راح أنزل ما يقارب 600 غرام من المعكرونة، يعني نص كيلو شوية أو نص كيلو، ماكو أي مشكلة. وبعدها راح أضيف يعني ملعقتين ملح نضيفهن، وبعد ما يستوي نصفي المعكرونة من المي. هسه المكونات صارت جاهزة. نجيب صينية مدهونة بالزيت ونخليها يعني نخلي صلصة البشاميل اللي جوا وندهنها بشكل جيد بهذا الشكل مثل ما تشوفون بهذه الطريقة. وبعدها راح نبدي نوزع المعكرونة، نوزعها بهذا الشكل بحيث تغطي كل الصينية. ومرة ثانية أيضا نضيف صلصة البشاميل على المعكرونة بهذا الشكل. وبعدها راح نضيف حشوة اللحم، وبعد حشوة اللحم راح نضيف جبنة الموزاريلا، ونسويها طبقات وندخلها للفرن. الفرن طبعا لازم يكون من فوق ومن جوا على درجة حرارة وسط من مدة يعني 15 إلى 20 دقيقة، وتكون الوصفة جاهزة 100%. هنا هذا البشاميل راح نوزعه بشكل جيد على المعكرونة، وبعدها راح نضيف جبنة الموزاريلا وندخل الصينية للفرن. بعد ما طلعنا الصينية بحدود 20 دقيقة صارت جاهزة وبهذا الشكل. قطعتها من الصينية، وألف عافية. تحياتي لكم.